قطعت ايدك امتى؟ قطعت ايدي من 3 سنين فاتوا. ايه السبب؟ سبب اخر سبب في ايدي ديت، كنت سارق 15000 جنيه. دي اول ايد اللي اتقطعت ولا تاني ايد؟ لا، اول ايد 15000 جنيه. بتسرقهم ليه؟ عشان اكل واشرب وافرق فلوس على الناس. تاكل وتشرب وتفرق فلوس على الناس. يعني ايه تفرق فلوس على الناس؟ يعني ادي 1000 جنيه 100 جنيه 500 جنيه افرق فلوس على الناس، واكل في مطاعم فخره. عندها في مطعم تنتاكي، عند الزيني كباب وكفته. طب هو حد عالي يسرق عالي عشان يوزع على الناس؟ دي يعني بص يا سعاده الباشا، كل ابن ادم وحواء خطاء خير خاطين التوابين. احنا في بلادنا هنا الرئيس بيسرق، انا كنت بسرق زيه. انا زي النظام القديم، انا زيهم. بس انا حسبت نفسي بنفسي ولحقت نفسي وانا عندي 25 سنه قطعت ايدي ديت، وانا عندي 26 سنه ونص قطعت ايدي دي. اول حادثه قطعت فيها ايدك المشهد كان عامل ازاي؟ ما كان مشهد جميل زي بق الميه. انا زي عنداني، انا كنت حرامي، كنت باذي الناس. انا مش عايز اذي الناس واكبر ابقى لص كبير. ربنا كان مخفف عليا العقوبه دي، عقوبه ربنا كان مخفف عليا العقوبه. انا بعاقب نفسي بنفسي، ربنا مخفف عليا العقوبه. يعني عقوبه السارق والسارقه انقطع ايديهم، الزاني والزانيه تترجموا حتى الموت، شرب خمر شرب بنك شرب حشيش، معصيه ما عرفناها شرعا. عايز اعرف بقى تشرح كده للمشاهدين ازاي جالك قلب او ازاي جات لك الفكره انك تحط ايدك تحت القطر وتقطعها. ايه اللي حصل بالظبط يومين؟ انا كنت قاعد هنا عند القطر قاعد فبصيت القطر كده، القطر معدي، لقيت قطر كبير معدي، قطر كبير قوي. انا خفت احط ايدي على القطر، خفت احط ايدي. قمت رايح شرب شاي عند الجيران، عند ناس هنا جنبنا، شرب شاي. بعد ما شربت شاي قلت لهم القطر بيجي الساعه كام؟ قالوا الساعه 9:30. بعد ما قالوا الساعه بيجي الساعه 9:30، طلعت الساعه 9:30 على المحطه، لقيت القطر جاي من هنا. قمت انا حاطط ايدي كده، قمت باصص كده وحط ايدي بس، والقطر عدى عليها وقمت قايم مروح. سبت الكف وقمت قايم مروح. سبت ايدك سبت كف في ايدي وقمت قايم مروح. انا مش واخد بنج ولا برشام، هي معجزه. بص يا علي، احنا هنتكلم كلام عقلاني، انا مصدقك تمام، بس المشاهدين ممكن حد في يوم يعني تعالى كده جنبي، ممكن حد دلوقتي يقول ان علي ده ربما يكون كان بيسرق في مكان وحد هو اللي مسكك هو اللي قطع لك ايدك. فانا بقول لك انت بعد ما خلصت رحت فين؟ علشان بعد اللقاء ده هنروح للناس دي ونتاكد من الموضوع علشان المشاهدين يبقوا عايشين القصه معانا. ماشي، احنا هنروح على البرائيه. على البرائيه نمت وسط الناس، والناس شافت الموقف، والاسعاف جت شالت الكف، ورحت يعني كده يعني. انت قلت في اول مره سبت الكف، بعد كده الاسعاف جت خدت الكف. الاسعاف يعني بعد كده ما رحت على البرائيه. بعد ما رحت على البرائيه بقى جم قالوا لي فين الكف يا علي؟ قلت لهم الكف على المحطه. قالوا تعالى نجيبه. قمت جاي معاهم جايبينه مع المحطه ورايحين الجامعه. اول مره عشان سرقت 15000 جنيه جيت عاقبت نفسك وحكمت على نفسك وقطعت ايدك. ايه كانت؟ الشمال. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده بقى بعدها بشهرين بقبض 85 جنيه من الشؤون الاجتماعيه بتاع النظام القديم. 85 جنيه 85 جنيه دول بقى ما جانوش. انا واحد حرامي كنت قاطع ايدي، يعني لازم اكون عندي فيلا زي الناس اللي عايشه في مصر واسكندريه والناس دي، فيلا وشركه وكده، وعندي عربيه. انا راجل غلبان. بص انا كنت اللص الصغير طلب مقابله اللص الكبير حسني مبارك، انا اللص الصغير. قبل كده طلبت انك تقابل حسني مبارك وايه اللي حصل؟ ما رضوش يقابلوني. بس انا لو رحت له هقول له حسبي الله ونعم الوكيل في الشعب اللي انت ظلمته وهنته. انا اللص الصغير على عفيفه تقابل الله، السلطان ولي الامر والقاضي والمتهم والجلاد عايز يقابل حسني مبارك. بعدها بشهرين سرقت بيدي اليمين، تنيت نسرق بيها، الوفات وموبايلات وبطاطين وعبيان، حاجات كتير. كنت بسرق كتير، كنت ممكن ابقى رئيس عصابه، ودلوقتي ممكن ابقى رئيس عصابه، بس ما عادش ينفع. قبر اللي ينفع في الاخر، اعيش بادب وذوق في الدنيا عشان اقابل ربنا حاجه حلوه ان شاء الله في اخرتي. احكي لنا بقى الموقف ازاي قطعتها. طلعت القطر برضك في نفس المكان، نمت على بطني في نفس المكان، نمت على بطني وحطيت ايدي في نفس المكان، قطعتها وروحت. بس القطر خبطني هنا خبطه كبيره، خبطه هنا خيطتها 7 غرز، وروحت ايدي ديت شبكه فيها ما نزلتش، شبكه فيها.
ابويا لطم على وشه وشرب التراب حط على دماغه وزعل عليا، وامي عيطت عياط جامد. يعني معلش يا باشا، اهل البلد كلهم زعلانين عليا، اهل البلد كلهم زعلانين عليا. عملت في نفسي كده وبقيت كده. اهل البلد بيشوفوني بيزعلوا عليا، الناس كتير قوي بيشوفوني بيزعلوا عليا. مش لاقي عروسه، مش لاقي حد مش لاقي واحده تتجوزني، مش عنديش مشروع، ما عنديش عربيه زي اللصوص الكبيره. النظام القديم جه في الجديد وبقى وزراء. دلوقتي عليك كده لما بتبص لايدك دي او لايدك دي، تمام، شعورك ايه؟ ما بزعلش، ببص اقول الحمد لله، ربنا مديني نعمه وفضل من عنده. انا بقعد على الكمبيوتر، بكتب على الكمبيوتر على النت، العالم كله مستغرب لي. بكتب على الكيبورد بقول انت مش علي. في كذا ناس حذفوني. هو ده القطر اللي انت حطيت ايدك تحتيه؟ هو ده. انا السلطان ولي الامر القاضي المتهم الجلاد على عفيفه التائب الى الله الذي اقام حد من حدود الله تحت قطار محطه طنطا ما تحبش قبليه. احنا علي بمجرد بس انه معدي جنبنا والواحد حاسس برعب يعني، بمجرد صوت بس يعني انا بعدت يعني. انت بتتمنى ايه النهارده واحنا في 2012؟ انا بتمنى ان يكون عندي عربيه وعندي شركه وابقى رجل اعمال بارز من رجال الاعمال اللي هي 100 وبطلب من ملك السعوديه الملك اللي هو يحججني بيت الله. انت بتقول من شويه انك زاهد في الحياه وكده، منين زاهد يا عم؟ ومنين عايز عربيه وعايز فيلا وعايز كذا وعايز كذا؟ ما انا عايز عشان ابقى زي الناس، مين اكتر حد ظلمك في الحياه دي يا علي؟ كل الناس ما ظلمتنيش، الناس كلها حلوه. وحياة ربنا. اكتر حد انت ظلمته في حياتك مين؟ الناس كلها انا كنت سرقتها وكده. دلوقتي لو الحاجه بتتفرج علينا تقول لها ايه كده يعني على الهوا يعني؟ لا ربنا يعينها ويغفر لها ويصبرها على البلوه اللي ربنا يعني ابتلاه بيها. انا مبسوط من ربنا من البلوه دي. انا مبسوط من ربنا، ربنا انا مبسوط منه، من ربنا بلاني البلوه انا سعيد بيها. عايز تسيب مصر وتهاجر لامريكا ليه؟ ايوه انا قلت ليه؟ عشان اتجوز. هلاقي واحده زي الحياه تتجوزني؟ علي عفيفي يتمنى ايه؟ اتمنى كل خير من ربنا بس. منتظر بعد الحلقه دي تلاقي عروسه ان شاء الله؟ بس عروسه حلوه وجميله، عينها خضر وحلوه. هو ده علي عفيفي زي ما بيقول عن نفسه، الحرامي التائب الحاكم الجلاد السلطان العائد الى الله مره اخرى يعني. وهي دي قصته زي ما شفتوها معنا. هو اللي حط ايده تحت القطر، مفيش حد قطعها له. ونفس النظام برضه الثانيه، حط ايده ليه يا ابني كده؟ قال لك ده انا برضه سرقت بيه. محترم ومؤدب وفي حاله جدا، وابوه زميل شغل معانا مقيم شعائر في مسجد، فراجل بلدياتنا وعارفينه حق المعرفه. جه عشان يعني يتوب، جه حط ايده تحت القطر، فبعدها يجي بسنه ولا اكتر من سنه قالوا ده علي برضك حط ايده التانيه تحت القطر. كان شرير بس دلوقتي بقى طيب شويه. علي كويس قوي في البلد، كل يوم يعني كان يجي لنا كل يوم في البلد كده ويجيب لنا كل حاجه احنا عايزينها. انا برضو عشان المشاهدين يعني لما حد يشوف زي كده ايدين، يعني الايد اليمين والشمال مقطوعه بالشكل ده، كان ممكن يقول ان ممكن حد مسكه هو اللي قطع له ايده. هو اللي راح بنفسه. هو قال انا بمد ايد على حاجه الناس وباخد حاجه الناس. اول مره ما توبتش، هو مش عايز يمد ايده على حاجه الناس، هو اللي جاي له في قلبه كده. وهو صغير يعني، هل علي بيعاني من شيء وهو صغير؟ كان مثلا مختلف عن الاطفال، عنده اضطرابات، عنده اي شيء؟ وهو كان عنده 7 8 سنين كده، وابص لقيته واقع من طوله وعينيه مفتح، واقول له عين كده ومش شايلاه زي ما كنت مسورق. حطيت على دماغه ميه، قلت من فلك يفوق، قام فايق وقاي. بعدها بردك بفتره قام جاي واقع بردك مكفي على وشه كده، كنا بنخبز قدامه الفون. شيلته لقيته عينه مغمضه ووشه اصفر والدم هرب من وشه خالص، وشايله في ايدي كانك شايل الخلقه، ما انتش شايل حاجه تقيله ولا حاجه، زي شايل قطه كده. وديته لابوه، كان ابوه نام، كنا الساعه 7 الصبح، كان في حته جنبنا كان بالبيت بنخبز فيه، ولقيته عمال بقى ابوه يوقفه يقعد تاني، العصب بتاعه ما هوش مساعده، ما فيش، عايز يقعد، ابوه يشيله وقفه. دي تاني مره يوم قاعد في الارض وعينهم بردك مغمض، فان وفان على ما راح ردت فيه، كانت روحه راحت خالص وفاق بقى. عايشين ومش عايشين وسنين